عمرك سمعت عن واحد اسمه رونالد ريد؟ راجل بسيط اشتغل في محطة بنزين وبعدها عامل نظافة. لا صاحب شركة ولا دكتور ولا مستثمر عبقري. سنة 2014 الراجل اتوفى، والناس اتفاجئت انه سايب 8 مليون دولار. ايوه، عامل النظافة 8 مليون دولار. في نفس الوقت تقريبا كان في شخص اسمه ريتشارد فاسكن، خريج هارفارد وشغال في بي في واحدة من أكبر شركات الاستثمار الأمريكية. الشخص ده رغم خبرته وإمكانياته وقع في فخ الديون والعقارات الغير سائلة، ومع أزمة 2008 اضطر يعلن إفلاسه وخسر قصره وكل ممتلكاته. المفارقة الغريبة دي بتعلمنا إن الذكاء أو التعليم لوحدهم مش ضمان للنجاح المالي. اللي بيحسم الموضوع فعلا هو سلوكك وطريقة تفكيرك في الفلوس. عشان كده مورجان هاوسل بيقول: النجاح في الفلوس مش متعلق بانت تعرف ايه، متعلق بتصرفاتك ازاي. ومن هنا جت فكرة كتاب سيكولوجية المال، اللي بيشرح فيه ازاي حالتنا النفسية ومفاهيمنا ممكن تخلينا ناخد قرارات مالية سليمة أو كارثية. النقطة الأولى: السلوك أهم من الذكاء. التصرفات والسلوكيات المالية أهم بكتير من درجة الذكاء أو المعرفة النظرية، وده واضح من حكاية رونالد وريتشارد اللي اتكلمنا عنها في المقدمة. رونالد ما كانش نابغة اقتصاد ولا محلل بورصة، لكنه اتصرف بحكمة، حوش جزء من دخله الصغير باستمرار واستثمره بهدوء وصبر في شركات كبيرة، فكانت النتيجة ثروة حقيقية في آخر عمره. في المقابل، ريتشارد رغم شهادته العالية وثقته الكبيرة في نفسه دخل مخاطرات كبيرة وتورط في ديون ضخمة، فخسر ثروته في لحظة واحدة. العبرة هنا إن التحكم في سلوكك المالي هو المفتاح. ممكن تكون أشطر واحد في الحساب، لكن لو مش عارف تسيطر على سلوكك هتلاقي نفسك بتاخد قرارات تخسرك كل اللي كسبته. هاوسل بيلخص الفكرة دي بجملة بسيطة: الفلوس محتاجة عقلية سليمة قبل ما تحتاج عقل حسابي. النجاح في الاستثمار وإدارة الفلوس مش سباق على مين عنده اي كيو أعلى، إنما مين عنده صبر وانضباط واتزان نفسي أكتر. وعشان تطمن إن سلوكك المالي في المسار الصحيح، خلي دايما في بالك النقط دي: الادخار عادة مش مرتبطة بدخل عالي، حتى لو دخلك على قده حاول توفر ولو جزء بسيط، لأن ده هيبني لك الحرية والأمان في المستقبل. ابعد عن القرارات اللحظية. السوق بيطلع وبينزل، والناس ساعات بتجري تبيع أو تشتري بسبب الخوف والطمع. اتعلم تهدى وتفكر قبل أي تصرف مالي. الاستمرارية أهم من الضربة القاضية. مفيش مشكلة إن مكاسبك مش ضخمة في وقت قصير، المهم إنك تكمل في خطة التحويش والاستثمار على المدى الطويل، لأن التراكم ليه مفعول السحر مع الزمن. النقطة التانية: دور الحظ والمخاطرة. مش كل نجاح مالي سببه الشطارة الشخصية، ومش كل فشل معناه إنك غبي أو كسول. الحقيقة إن الحظ والمخاطرة بيلعبوا دور كبير في حياتنا المالية. أوقات كتير بنشوف اتنين اجتهدوا بنفس الدرجة، لكن واحد فيهم الظروف خدمته والتاني لأ. خلينا ناخد مثال صريح: بيل جيتس عبقري مجتهد أكيد، لكن كمان دخل مدرسة في السبعينات فيها كمبيوتر، في وقت كان وجود الكمبيوتر فيه شبه مستحيل. ميزة صغيرة غير متعمدة، لكن غيرت مجرى التاريخ كله. في نفس الوقت صاحبه المقرب كنت إيفانز، نفس الذكاء نفس الشغف، لكن للأسف توفى في حادث تسلق جبال. واحد بقى أسطورة والتاني اختفى من القصة. مورجان هاوسل بيأكد إن النجاح المالي ساعات بيبقى خارج عن إرادتنا، مش بس نتيجة لقراراتنا الفردية، فلازم نعترف إن جزء من اللي بنحققه في نصيب من العشوائية. لو عملت مكسب كبير افتكر إن في نسبة حظ ساعدتك مش بس ذكائك، وبرضه لو خسرت ما تجلدش نفسك وتنهار. ممكن تكون عملت اللي عليك وظرف خارجي هو السبب. أهم درس هنا إن المخاطرة جزء من اللعبة، بس دايما خليك عامل حسابات لأسوأ الاحتمالات، وما تنسبش كل نجاح لنفسك وتنسى العوامل التانية، لأن ده هيخلي ثقتك في نفسك زيادة عن اللزوم. النجاح في الفلوس محتاج شوية تواضع. تواضع لما تكسب عشان ما تطرش في العالي، وتواضع وانت بتخاطر عشان تعرف انك مش دايما محمي ضد الفشل. وإدراكك للدور ده هيخليك أهدى في قراراتك المالية ومستعد دايما للمفاجآت. النقطة التالتة: القناعة وتجنب المقارنات. احنا عايشين في عصر السوشيال ميديا والإعلانات،
كل يوم بنشوف ناس عايشة في مستوى يبدو فاخر ومثالي، فنحس إننا قليلين. هنا بنبدأ نجري ورا إننا نزود فلوسنا بأي طريقة عشان نبقى زيهم، لكن الحقيقة إن السباق ده ما فيهوش خط نهاية. كل ما توصل لهدف هتلاقي حد أعلى. مورجان هاوسل حكى قصة معبرة جدا عن رجل أعمال هندي اسمه راجات جوبتا. الراجل ده بدأ من الصفر ووصل إنه كان مدير كبير في شركة ماكنزي، وصافي ثروته حوالي 100 مليون دولار. نجاح هايل، لكن الطمع دخل قلبه. بص حواليه لقى أصحابه مليارديرات، فقال لنفسه ليه ما بقاش زيهم. دخل في صفقات مريبة وغير قانونية عشان يجري ورا المليار، وكانت النتيجة إنه اتمسك واتسجن وخسر سمعته وممتلكاته. ليه؟ لأنه ما كانش عارف يقول كفاية. القناعة هنا مش معناها إنك تبطل تطمح للأحسن، لكن معناها تعرف إمتى تقول أنا كده تمام ومبسوط باللي عندي. ما تقارنش نفسك باللي حواليك، قارن نفسك بنفسك قبل سنة أو 5 سنين، وشوف انت محتاج ايه فعلا، مش الناس عندها ايه. المقارنات الاجتماعية بتخليك تاخد قرارات مالية غلط. ممكن تشتري عربية أو موبايل غالي عشان شفت غيرك جابه، أو تحمل نفسك ديون عشان تعيش في نفس مستوى حد من أصحابك أو قرايبك، وفي الآخر بتلاقي نفسك في دوامة عمرها ما بتنتهي. النقطة الرابعة، قوة الفايدة المركبة. الفلوس بتشتغل زي الشجرة مش زي الشرارة. الشجرة بتكبر سنة بسنة، إنما الشرارة بتولع فجأة وتطفي بسرعة. كتير من الناس بيستهينوا بالتراكم عشان بطيء وصامت، لكن الحقيقة إن الزمن هو أعظم أصل تمتلكه. كل ما تبدأ تستثمر أو تدخر بدري وتسيب الوقت الكافي، كرة التلج هتكبر مع السنين. الكتاب بيضرب مثال بوارن بوفيت. بوفيت مش شرط يكون أعلى واحد في العائد السنوي، لكن السر إنه بدأ بدري جدا واستمر لعقود طويلة. تخيل إن نسبة كبيرة جدا من ثروته اتكونت بعد سن 65، وده يوريك قد إيه مفعول الزمن أقوى من أي قفزة قصيرة. طيب نطبق ده إزاي؟ ابدأ بدري، ما تستناش لما يبقى معاك مبلغ ضخم. أي مبلغ بسيط شهريا هيكبر مع الوقت. سيب الأرباح تشتغل، ما تتسرعش في سحب الأرباح. جرب تعيد استثمارها عشان تتراكم معاك. ما تخليش تقلبات السوق تخوفك. السوق بيعلى وبيوطى، لكن الاتجاه العام على المدى الطويل غالبا صعودي لو اختيارك صح وطويل الأجل. في ناس كتير جري ورا ضربة الحظ عشان يعملوا فلوس بسرعة وخسروا كل اللي حوشوه. في المقابل اللي صبر على المكسب البطيء الثابت لقوا نفسهم بعد سنين معاهم ثروة محترمة. الفايدة المركبة كنز خفي، مش هتحس بيه في أول سنة ولا 2، لكن بعد 10 أو 20 سنة هيفاجئك. النقطة الخامسة، الفرق بين جمع الثروة والحفاظ عليها. لازم نفرق بين ازاي نكون الثروة وازاي نحافظ عليها. كتير من الناس بيهمها ازاي تكسب الفلوس، بس مش بتفكر ازاي ما تخسرهاش. هاوسل بيقول لو خسرت كل حاجة صعب ترجع تاني مهما كنت ذكي. غلطة واحدة ممكن تمسح سنين من الشغل. ليه بنقع في الفخ ده؟ الطمع والرغبة في المكسب السريع، والإحساس إن الفرصة دي مش هتتكرر تاني. عشان كده عمرك ما ترهن مستقبلك كله على فرصة واحدة. دايما خلي عندك هامش أمان. نوع استثماراتك، ما تحطش تحويشة عمرك كلها في سهم واحد أو مشروع واحد. احتفظ بجزء آمن، جزء من فلوسك يبقى رصيد آمن زي شهادات أو ودايع أو ذهب يسندك وقت الأزمات. استثمر بمبلغ تستحمل تخسره. لو خسارتك هتدمر حياتك يبقى انت بتحط اكتر من طاقتك. افتكر ان الحفاظ على الثروة اصعب من تحقيقها. الثقة الزيادة بعد النجاح ممكن تكون سبب الكارثة. النقطة السادسة، ادخر دائما ولو بدون هدف محدد. الادخار هو شبكة الأمان لحياتك المالية. انت بتدخر عشان المستقبل مليان مفاجآت، ظرف صحي، فقدان وظيفة، أزمة اقتصادية، وساعتها اللي عامل حسابه بيعدي بسلام، واللي مش مستعد بيتزنق. غير الطوارئ ممكن تيجي فرصة حلوة محتاجة سيولة سريعة، استثمار مغري، أرض رخيصة، أو مشروع. لو معاك مدخرات هتلحق، لو لأ هتضيع عليك. نصايح لتعزيز عادة الادخار. عامل الادخار كأنه فاتورة شهرية زي الإيجار بالظبط. أول ما تقبض حول جزء للتوفير،
حتى لو دخلك صغير ابدأ بالموجود، المهم العادة مش الكمية. استخدم أدوات زي الجمعيات أو التحويل التلقائي عشان تقدر تلتزم. النقطة السابعة، اتحكم في عواطفك قبل ما تتحكم في فلوسك. عدو المستثمر مش دايما السوق، أوقات كتيرة العدو بيكون المشاعر، الخوف، الطمع، الثقة الزايدة. لو سيطرت عليك هتدمر خطتك. السوق طالع طمع، نرمي فلوس بزيادة. السوق نازل خوف، نبيع بخسارة ونهرب، وفي الآخر نشتري في العالي ونبيع في الواطي. طيب الحل إيه؟ لما تلاقي نفسك متحمس أو خايف بزيادة من قرار مالي، استنى يومين أو 3، استشير أصحاب الخبرة أو حد هادي من بره الموقف. افهم دوافعك، بتستثمر عشان مقتنع بالقيمة ولا عشان خايف تفوت الفرصة؟ القرار المالي الصح هو اللي تقدر تلتزم بيه وانت مرتاح نفسيا، مش بس اللي شكله صح على الورق. وافتكر ان اكبر اخطاء الفلوس بتحصل في لحظة انفعال. النقطة التامنة، جاذبية التشاؤم. صوت التشاؤم دايما اعلى. الاخبار السيئة بتخوفنا وبتبان واقعية، انما الاخبار الكويسة بنعتبرها حاجة عادية. عشان كده كتير من الناس بتصدق توقعات الانهيار اكتر ما بتصدق توقعات النمو. في آخر 20 سنة حصلت أزمات كتيرة، وكل مرة كان الكلام عن نهاية الاقتصاد وكوارث تاريخية. اللي خرجوا نهائيا من الاستثمار ضيعوا موجات انتعاش كبيرة بعدها. طبعا مش بنقول خليك متفائل أعمى، لكن فرق كبير بين التشاؤم المرضي والتفاؤل الواقعي. اعمل حساب للطوارئ والأسوأ، لكن خليك دايما متفائل بحذر. النقطة التاسعة، احذر الثراء السريع. الربح السريع بدون مجهود أو مخاطر والوعود الخرافية اللي بتغذي الطمع بتعطل المنطق. أي حاجة بتوعدك بعائد ضخم مضمون لازم تشك فيها. العلاج حاجتين، العلم المالي الأساسي، اعرف المتوسطات الواقعية عشان محدش يبيع لك وهم، فحص الحقائق واستشارة أهل الخبرة. أي حد يضغط عليك لازم دلوقتي حالا غالبا بيحاول يمنعك إنك تفكر. الفلوس بتحب النمو البطيء الآمن أكتر من المغامرات المجنونة. وحتى لو شايف ناس عملت ضربة العمر بسرعة، افتكر إن دي حالات استثنائية، ومقابل كل واحد بينجح في كتير بيخسروا ومحدش سمع عنه. نجاحك مع الفلوس مرهون بقدرتك على فهم نفسك قبل فهم السوق، ولو رجعت كل درس هتلاقي وراه مبادئ زي التواضع والصبر والانضباط. حاول تطبق الدروس دي في حياتك اليومية بأنك تبدأ تحوش مبلغ ثابت وتقلل المغامرات غير المحسوبة، وركز في ورقتك من غير مقارنة باللي حواليك. وحط في دماغك إن الثروة ماراثون مش سباق 100 متر. أهم حاجة تحافظ على خط سير ثابت ومتوازن. شاركونا في التعليقات بآرائكم وأسئلتكم، ولو عجبكم الكلام دوسوا لايك واشتركوا في القناة.